يا مرحبا ترحيبة الأرض للسيل، يا مرحبا ترحيبة الأرض للسيل، ترحيبة فيها طيب العود ذايل، ترحيبة سقت مع البن والهيل، يسمع صداها كل حاضر وغايب. تحشم من التقصير والضعف والميل، من قلب صافي مختلط بالشوايب. يا مرحبا بإعداد بدعة تماثيل، وإعداد ما طشت مزون السحايب. يا مرحبا ترحيبة الأرض للسيل، ترحيبة فيها طيب العود ذايل، ترحيبة سقت مع البن والهيل، يسمع صداها كل حاضر وغايب. مني وانا ابن اللي اعتلى صهوة الخيل، ومنا نيابة عن جميع القرايب. زدنا شرف بقدومكم وانوار الليل، وانتم سلالة متبين الركايب. يا مرحبا ترحيبة الأرض للسيل، ترحيبة فيها طيب العود ذايل، ترحيبة سقت مع البن والهيل، يسمع صداها كل حاضر وغايب. الطيب فيكم ورث جيل ورا جيل، ما جاكم بمنا ولا هو بطلايب. جيتوا ومعكم زان جو التعاليب، طبتم ولا فيها شكوك وطلايب. يا مرحبا ترحيبة الأرض للسيل، ترحيبة فيها طيب العود ذايل، ترحيبة سقت مع البن والهيل، يسمع صداها كل حاضر وغايب. زدنا شرف بقدومكم وانوار الليل، وانتم سلالة متبين الركايب. زدنا شرف بقدومكم وانوار الليل، وانتم سلالة متبين الركايب. يا مرحبا ترحيبة الأرض للسيل، ترحيبة فيها طيب العود ذايل، ترحيبة سقت مع البن والهيل، يسمع صداها كل حاضر وغايب. يا مرحبا ترحيبة الأرض للسيل، يا مرحبا ترحيبة الأرض للسيل، ترحيبة فيها طيب العود ذايل، ترحيبة سقت مع البن والهيل، يسمع صداها كل حاضر وغايب. تحشم من التقصير والضعف والميل، من قلب صافي مختلط بالشوايب. يا مرحبا بإعداد بدعة تماثيل، وإعداد ما طشت مزون السحايب. يا مرحبا ترحيبة الأرض للسيل، ترحيبة فيها طيب العود ذايل، ترحيبة سقت مع البن والهيل، يسمع صداها كل حاضر وغايب. مني وانا ابن اللي اعتلى صهوة الخيل، ومنا نيابة عن جميع القرايب. زدنا شرف بقدومكم وانوار الليل، وانتم سلالة متبين الركايب. يا مرحبا ترحيبة الأرض للسيل، ترحيبة فيها طيب العود ذايل، ترحيبة سقت مع البن والهيل، يسمع صداها كل حاضر وغايب. الطيب فيكم ورث جيل ورا جيل، ما جاكم بمنا ولا هو بطلايب. جيتوا ومعكم زان جو التعاليب، طبتم ولا فيها شكوك وطلايب. يا مرحبا ترحيبة الأرض للسيل، ترحيبة فيها طيب العود ذايل، ترحيبة سقت مع البن والهيل، يسمع صداها
زدنا شرف بقدومكم وانوار الليل، وانتم سلالة متبين الركايب. يا مرحبا ترحيبتنا ومن السيل، ترحيبة في أطيب العود ذايب، ترحيبة سقت مع المن والهيل، يسمع صداها كل حاضر وغايب. يا مرحبا ترحيبتنا ومن السيل، يا مرحبا ترحيبتنا ومن السيل، ترحيبة في أطيب العود ذايب، ترحيبة سقت مع المن والهيل، يسمع صداها كل حاضر وغايب. تحشم من التقصير والضعف والميل، من قلب صافي ما اختلط بالشوايب. يا مرحبا باعداد بدعة تماثيل، واعداد ما طشت مزون السحايب. يا مرحبا ترحيبتنا ومن السيل، ترحيبة في أطيب العود ذايب، ترحيبة سقت مع المن والهيل، يسمع صداها كل حاضر وغايب. مني وانا ابن اللي اعتلى صهوة الخيل، ومنا نيابة عن جميع القرايب. زدنا شرف بقدومكم وانوار الليل، وانتم سلالة متبين الركايب. يا مرحبا ترحيبتنا ومن السيل، ترحيبة في أطيب العود ذايب، ترحيبة سقت مع المن والهيل، يسمع صداها كل حاضر وغايب. الطيب فيكم ورث جيل ورا جيل، ما جاكم بمنا ولا هو بطلايب. جيتوا ومعكم زان جو التعاليب، طبتم ولا فيها شكوك وطلايب. يا مرحبا ترحيبتنا ومن السيل، ترحيبة في أطيب العود ذايب، ترحيبة سقت مع المن والهيل، يسمع صداها كل حاضر وغايب. زدنا شرف بقدومكم وانوار الليل، وانتم سلالة متبين الركايب. زدنا شرف بقدومكم وانوار الليل، وانتم سلالة متبين الركايب. يا مرحبا ترحيبتنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. فأهلا ومرحبا بالضيوف الكرام. حلق الطير أنسا فوق وادينا، والورد قد فاح زهوا، وغطى الأفق نسرينا. كتب الله أجر خطاكم، وأعلى في الفردوس مثواكم. على مائدة الإخاء يحلو اللقاء، وتحف البسمة أفانين النقاء. فأهلا وسهلا لمن للحفل قد حضروا. على مائدة القرآن نستمع لآيات من كلام الله عز وجل. سلطان جعفر وغم. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هنا في هذا المكان نجتمع بكم بقادة العلياء والنجاح. هنا في هذا المكان نستمع لكلمة ترحيب من الأستاذ محمد الشهري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. ضيوفنا الأعزاء، الحضور الكرام، اسمحوا لي باسم منسوبي القسم المتوسط
مجمع السلامة أن أحييكم جميعا. ومعنا أيضا زملائنا الأستاذ عبد الرحمن القرني وسعد بادنين وفايع عسيرة. أرحب بكم في احتفالية توديع واستقبال. توديع القائد التربوي السابق للقسم الأستاذ القدير جعفر مريسي الغامدي، وزميلنا الأستاذ القدير علي السعود الشريف. واستقبال مديرنا الجديد القائد التربوي يوسف لافي، وزملائنا المنقولين إلى القسم المتوسط وهم الأستاذ حسين الشمراني والأستاذ مرزوق السفياني والأستاذ فايز السلمي والأستاذ أحمد الزهراني والأستاذ علي القرني. حياكم الله جميعا. ولا أنسى الترحيب بمن شرفوه حفلنا هذا الأستاذ محمد الزهراني والأستاذ بركات العديني والإخوة والأساتذة الذين شرفونا في هذه الليلة مع الأستاذ جعفر والأخوان اللي حضروا حفلنا هذا. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. واسمحوا لي أن أقدم باسمي وباسم الزملاء للأستاذ القدير جعفر بن مريسي الغامدي أسمى آيات الشكر والعرفان على ما وجدناه من أخينا أبا عبد العزيز خلال إدارته للقسم. ومهما قلنا ومهما فعلنا فلن نفي هذا الرجل حقه. بالنيابة عن أجيال الزهور وكل من خط بالدفتر سطر، ألف شكرا لجعفر والف نور من صباح البلاد المنتهى، وافيا في الغياب وفي الحضور، شامخا ما يطاوله النظر، مشرق من جنوبه للصدور، مشرق من جنوبه للصدور العظيمة ولو ضاق البحر. لا أريد الأطالة عليكم، أكرر الترحيب بكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على أستاذ محمد، شاكر لك الكلمة الجميلة. أيها الحفل الكريم، ها هو مجمع السلام التعليمي القسم المتوسط يستقبل بالورود إخوة وزملاء قدموا إلينا وأفرحوا قلوبنا وتشرفنا بقدومهم وإكمال مسيرة العمل معهم. ونستمع لكلمة لهم يلقيها نيابة عنهم القائد المدرسي الأستاذ يوسف الحربي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ومزيدا. اسمحوا لي طبعا لا اخفي شعوري طبعا عندما حدثني اليوم ابو عبد الله طبعا قال يعني لك كلمه طبعا اليوم باسم الزملاء الجدد. قلت طيب يمكن الوضع يمكن بسيط جدا، لكن يعني تفاجات بكل امانه طبعا. يعني كنت قلت في نفسي يا ليتني اني والله اعديت ورتبت نفسي وحفظت كلمه جلست احفظ في البيت واقول على اساس القي للناس طبعا. لكن احيانا تقول البساطه هي جيده للناس والناس تحب البساطه اكثر، فاسمحوا لي اني اكسر الحاجز شوي ما دام انه هو الاخوه كلهم خلوهم رسمي، لكن انا بخليها شوي يعني بسيطه من اخوكم طبعا الى اخواني جميعا. ونحن طبعا ان شاء الله بعون الله عز وجل فريق واحد. انا اشكر طبعا هذه الحفاوه والتكريمكم جميعا بكل امانه، وهذا والله تاج على راسنا كلنا. وهذا باسم اخواني طبعا الجدد طبعا وباسمي انا ثانيا. أنا أشكركم جميعا وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيت ووفيت، وما أجمل الشعور الجميل والكلمة عندما تكون من القلب. يعطيك العافية يا أستاذ. اختتمنا بالأمس القريب عاما حافلا بالإنجازات، وكان ذلك مع من؟ مع القائد المميز والقائد المحبوب لدينا جميعا الأستاذ جعفر مريسي الغامدي. أنا أقول من قلبي تاج راسي والله،
الماضي وودعناه نهاية العام بكل حزن على فراقه، وبقي له بقلوبنا كل المحبة والإخاء، والله يعلم ذلك. بقي له في قلوبنا كل المحبة والإخاء، فكم نحن مشتاقون لسماع كلمة منه، فليتفضل. وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله، وصلوا عليه وسلموا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اخواني وزملائي واحبابي منسوبي مجمع السلامة التعليمي، حقيقة أردت أن أكتب في البيت وأحاول، لست عدل كذا الصوت واضح. يبدو الصوت واضح. السعادة إذا سمت الساعة أنا مشغول القلب يعني. فحاولت أن أكتب حقيقة عن مجمع السلامة التعليمي، لكن والله لم أستطع أن أكتب، لأنه أتعبني كثيرا أن أكتب عنه، وفكرت فيه كثيرا، فسمعت عن الوفاء وعرف لي من كثير من الناس، ولكني لمسته ورأيته في منسوبي مجمع السلامة. سمعت عن الشهامة فسمعتها ولمستها في منسوبي مجمع السلامة. سمعت عن الشيمة ورأيتها ولمستها في منسوبي مجمع السلامة. سمعت عن الأخوة الصادقة والمحبة في الله فوجدتها في منسوبي مجمع السلامة. كل ما يرفع الرأس وسمعت عنه وجدت في منسوبي مجمع السلامة. فلا أستطيع أن أقول إلا شكرا لكم فردا فردا على ما أتحفتموني به من المعروف ومن الجميل، وما استفدته منكم شخصا شخصا، فيعلم الله أن كل فرد منكم قد استفدت منه فائدة عظيمة. إن في الصدق فاستفدت منه، إن في الوفاء فاستفدت منه، إن في الأخوة فاستفدت منكم، إن في الشيم فاستفدت منكم، إن في التعامل الراقي فضربتم أروع الأمثلة. كنتم عونا لي بعد الله سبحانه وتعالى في إنجاز العمل وخدمة الدين وخدمة الملك والوطن. كنتم عونا لي في أداء هذه الرسالة، كنتم عونا لي في حمل هذه الأعمال، كنتم عونا لي في تحقيق النجاحات. فكل نجاح تحقق في مجمع السلامة التعليمي لم يكن لي فيه دور مثل ما هو لكم أنتم منسوبي القسم المتوسط. كنتم إضافة جميلة لي. أنا لا أستطيع أن أقول أن أسجد شكرا لله سبحانه وتعالى أن أنعم علي بأخوتكم ومعرفتكم في الحياة، وأسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجمعني بأخوتكم وبكم فردا فردا في الفردوس الأعلى من الجنة. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير. وحقيقة مناسبتكم هذا المساء ما هي إلا لمسة عرفان وتكريم ووفاء وجميل أسديتمونيه، ولباس فخر ألبستمونيه. فأسأل الله أن يعينني على جميلكم هذا، وأنا لم أقدم لكم شيء في مجمع السلامة، بل أنتم من قدمتم لي وأنتم من أضفتم لي، وأنتم تظلون إضافة جميلة في حياة جعفر الغامدي. لن أنساكم ما حييت. إذا انتقلت من مجمع السلامة فأنا انتقلت ببدني، ولكن يعلم الله أنني أحملكم في قلبي، ويعلم الله أنني أذكركم باستمرار. وبالمناسبة أرحب بزملائنا في مدارس قرطبة، الأستاذ أكرم والأستاذ خالد والأستاذ عبد السلام، أنني أذكركم باستمرار وأضرب بكم المقارنة وأثقل عليهم كثيرا، لأني مهما أطمح فيهم وأتمنى منهم المزيد من الخير، ولكن لا أتوقع أن يصلوا إلى ما وصلتم إليه. حقيقة لن أصل أنا قبلهم إلى ما وصلتم إليه أنتم إخواني وأحبابي. لكم مني الشكر الجزيل، ولكم مني العرفان، ولكم مني التقدير، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجمعني بكم في الفردوس الأعلى. وأشكركم شكرا شكرا فردا فردا، وأعتذر عن كل قصور قصرت في حق أي زميل، وأنتم تبقون إضافة جميلة لي، وتبقون معي في حلي وفي ترحالي، وتبقون والله إني أحملكم في قلبي لما أجد لكم من الحب والتقدير، وأجد لكم من لمسات وفائكم لي، أنكم أحملتوني أمانة سأظل أحملها لكم. فأنا أقول من هذا المنطلق إن حييت فسأصلكم فردا فردا، ولكم حقا علي، ولكم واجبا علي، ولكم وفاء مني لكم. وإن توفيت فهذه وصية أوصيها أبنائي عبد العزيز والسلطان في أن يبروني بعد مماتي بمواصلتكم جميعا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
بالحب والوفاء. يشاركنا الأستاذ محمد الزهراني بكلمة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. سعادة رئيس قسم الإدارة المدرسية بمكتب الشمال الأستاذ بركات، أخي المحتفى به الأستاذ جعفر الغامدي، الإخوة الزملاء الوافدين، الإخوة الزملاء الذين قاموا على هذا الحفل. حقيقة هذه لمسة وفاء لمن يستحق الوفاء. وعندما أنا أتحدث أيضا عن مجمع السلامة فأنا أتحدث عن شوامخ وقمم من القيادات التربوية ومن النبل الإنساني. حكايتي مع الأستاذ جعفر بدأت منذ زمن طويل. كنا أختلف مع جعفر القائد لأنه قائد، وألتقي مع جعفر الإنسان لأنه إنسان. ومن الطبيعي جدا أن يختلف القادة، وعندما يدرك القائد أنه يقود قادة يدرك أنه يجب أن يختلف معه. ولكنه بالمقابل عندما يتحدث عن الإنسان فإن جعفر صاحب القيم التربوية التي طالما اعتز بها. حقيقة أشكر الأستاذ جعفر شكرا يليق بمقام التربية والتعليم ويملأ هذا الرحاب وتلوكه هذه الألسن التي تعلم الأجيال. شكرا من الأفواه والمقل أبا عبد العزيز، شكرا من الأعماق، شكرا لزملائي الكرام الذين عودونا على هذه اللمسات الطيبة المشرفة التي تخبرنا أن التعليم في خير وإلى خير. حقيقة أود أن أوصي زميلي وأخي القائد التربوي الآن في مجمع السلامة القسم المتوسط وأقول له: لقد استقبلت رجالا قمما وأنت ستكون قائد هذه القمم، فأوصيك خيرا فيهم أخي الكريم. وأوصي زملائي أن يلتفوا حول أخينا الكريم قائد المدرسة وأن يبدأوا بمنهج كما تعودنا منهم، منهج العطاء والإخاء والمحبة. إن ذهب جعفر في المكان فسيبقى في قلب الإنسان. أشكركم على هذه اللمسة الطيبة، وأشكركم أن أتحتوا لي الفرصة أن أشارك بواجب تجاه أبا عبد العزيز في هذه الليلة المباركة. هذا وصلى الله وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. ونحن نشكرك أيضا أستاذ محمد الزهراني على قدومك وتلبيتك الدعوة وحضورك ومشاركتنا هذه الفرحة وهذه الكلمة الجميلة. يلا أنا ودي الله كنسل المايك كذا ترى عدم. طيب أيها والله صراحة عدمنا، خلينا بدون مايك. أيها الحفل الكريم، الكلمة الآن يا أحبة ويا أخوان، الكلمة الآن لذلك الصرح التعليمي الشامخ مجمع السلامة القسم المتوسط. فلنترك المجال واسع لتتحدث قلوب منسوبي هذا الصرح، فنستمع لمشاركاتكم. مشاركة مفتوحة يا شباب، يعني المشاركة مفتوحة يا أحبة، حتى بدون مايك، يعني تستطيع من مكانك، تستطيع من هنا. نبدأ باليمين، يا اخوان. حاول المايك عشان الصوت يكمل. ما في مشكلة. تمام. أحمد كذا عشان جايب المايك كذا. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مسيرتكم بكل خير. أخي وصديقي الأستاذ جعفر بن مريس الغامدي، أصالة عن نفسي ونيابة عن بعض زملائي، أنا لست بشاعر ولا كاتب، ولكني محب صادق. قد كنت لنا خير صديق ومحب، ولفعل الخير سابق. وما زلت أنت صدقت لوعدك وعهدك، فكنت لكل قلب طارق. وجودك بيننا اليوم شرفا وعزا وترحيبا كعلم شاهد. فلك الشكر والتقدير على ما قدمت، ولك دعوة أرفعها إلى الله الباسط الرازق. أشكرك أستاذي على كل ما قدمت، فلك مني كل الشكر والاحترام.
أستاذي وقرة عيني الأستاذ علي الشريف، أرجو من الله لك مستقبل رائع وحياة مستقرة، فلن ننساك. وخروجا عن النص لن ننسى الفلفل. وأيضا لا أنسى الإخوة الذين انضموا إلى هذه الكوكبة النيرة، لكم منا أجمل الترحيب. أسأل الله العلي القدير أن نكون إخوة متحابين في الله ومتعاونين على طاعته، والسلام عليكم ورحمة الله. بزور بدورها وازدانت بطلة نجومها، غادرنا بالسلامة وأجمل الذكرى أغلى زميلين، وعوضنا ربي وأسعدنا في قدوم أكفاء وغالين. تقسم الكلمات عن الوفاء بمكنون الصدور، لا عدمناكم جميعا، مرحبا ملايين، والله يحييكم على التحيات قسم الاجتماعية. طبعا يا ابو عبد العزيز ولكم الجميع، يعني معزتك خاصة قلبي، انت راعي الأولى معي. طبعا انا ماني شاعر، ولكن حاولت اني اجاريك في مناسبات يعني كنت انت الكريم فيها. اول القول ابى احمد واشكر الله وازيد، ابتدى الخلق بيده ولياليه عايد، ثم صلي على احمد بدر نوره يزيد، نور اللي بشرعه اصبح الدين سايد، ثم سلم على الاستثار القصيد. ادري انه في وصفه ما توفى القصايد، ابو عبد العزيز، ابو عبد العزيز اللي على درب الصعايب يكيد، يوم كل انتواره استلم كل كايد، بيمينه كريم وبشماله شديد، والله انه كريم حتى بوقت الشدايد. يا نديم المعالي جعل عمرك مديد، عزك الله وساق العز يمك مدايد، الوصايف لمثلك ما تفيد وتزيد، ابشر ترى في القلب لك الحب زايد. يسلم ابو زايد، يسلم والله. مدام استثار الشعر على في قصيدته، صراحه ما حفظتها كل، بس انا حفظت استثاره الشعر. ايضا الاستاذ جعفر يشاركنا بقصيده ويتفضل. له حق علي في القصيده الآن، وانا ماني بشاعر، لكن حقيقه انا لما قلت لسلطان، سلطان من هواة الشعر، من هواة الشيلات، قلت له انا معزوم قاعد يمكن 5 دقائق وجاني قال يا ابوي انا قلت قصيده. اي والله. سمعنيها حقيقه ينقصها الوزن وينقصها القافيه، لكن اعجبتني في مشاعرها واعجبتني في معناها. صح انه بيت من مكه وبيت من جده وبيت من المدينه، لكن اعجبني في فكرته واعجبني في شعوره وحبه لاحباب والده. فهذا الشعور اعجبني كثيرا، وادعم فيه الاهتمام هذا لا فيكم ولا في جميع اصدقائي واحبابي. فحقيقه قلت له وانا ابوك القصيده هذه خلها لي انا هنا في البيت اسمعها، ولكن الله يجمعني انا وياك ونقول في اساتذتك وفي اخواني واحبابي قصيده. فعاد اقول لكم شغل المور يا سلطان. طبعا اسمحوا لنا من عشاق الشعر الشعبي وعلى اخواننا ان يترجم فيما بعد. قم شغل المور يا سلطان، وجه ابننا الشماليه، قلبي على شوفة الخلان من الخل فيه ماريه. الله قلبي على شوفة الخلان من الخل فيه ماريه، وسلام يا المحزم المليان يا اهل الوفا يا الشقرديه، وسلام يا المحزم المليان يا اهل الوفا يا الشقرديه، وسلام يا الموقف البطران في وقفة دوم محمية، أتجر على خوة الشيخان وشوم عن خوة العين. أتجر على خوة الشيخان وشوم عن خوة العين، والصدق عن خوة الخبلان، واعشق مخاوى السنافية. وصد عن خوة الخبلان، واعشق مخاوى السنافية، واعشق مخاوى رفيع الشام، نهجة على الطيب يا حية، يطيح بيت بلا عمدان وانتم عمادي وعيني. يطيح بيت بلا عمدان وانتم عمادي وعيني، انتم اهل الطيب والسلطان، وانتم زبون الجلاوية،
وأنتم أهل العلم والعرفان، وأنتم رجال الحماوية، وأنتم وحنا مع سلمان دون العقيدة فداوية. أنتم أهل الطيب والسلطان، وأنتم زبون الجلاوية، وأنتم أهل العلم والعرفان، وأنتم رجال الحماوية، وأنتم وحنا مع سلمان دون العقيدة فداوية. ويا الله يا رب يا رحمن تحفظ بلاد السعودية. من رحلوا عنا لهم منا التقدير والإجلال، من رحلوا عنا لهم منا التقدير والإجلال، وكعنوان لهذا التقدير تكريم رمزي لهم، والتكريم الأعظم عند الله تبارك وتعالى. ففي ختام هذا اللقاء المبارك يطيب لنا تكريم الأستاذ علي، فليتفضل. سيابنا سيابنا الزملاء يا اخوان، سيابنا يا سيابنا. والله يا شيري، وين الشيري؟ محمد الشيري. رامي تعال. نبدأ بتكريم الأستاذ جعفر بالهدايا الخاصة، ونبدأ بالأستاذ محمد الزهراني. تحية محمد الزهراني. تفضل يا أستاذ. الهدايا الخاصة قدم محمد الزهراني. الأستاذ جعفر، تحية يا شباب، تحية كذا حماس. الآن الأستاذ حسن معلمنا جميعا، هذا الأستاذ معلم صراحة. أستاذ حسن، تفضل أستاذ حسن مقدم. هذا الهدايا الخاصة عبد العزيز. سلطان عبد العزيز وينه؟ الأستاذ سعد بادلين. الأستاذ سعد بادلين. أقدم نفسي الأستاذ أحمد العمري. صراحة الورد اللي أحلى من الورد. والله يا جماعة الخير يا علي ريحة عمر. عبد الرحمن الغربي. الآن بالقسم المتوسط القسم المتوسط شاركنا يا شباب عدد الطلب. يا شباب اللي ما يتصور يا اخوان، ما اللقاء مفتوح على الهدايا. الاستاذ بسام، الاستاذ محمد الوزير يا اخوان، شوفوا ايه. نعم اللي يبغى يتصور يا اخوان. يا شباب انتم على بعض
أن نتوجه بالشكر الجزيل لكم أيها الضيوف الكرام، فحضوركم دعم وشرف لنا، وشكرا لجميع الزملاء الذين ساهموا وأعدوا هذا الحفل. نسأل الله أن يبارك في الجهود ويسدد الخطى. ها هو وقت العشاء قد حان، وإلى لقاء قريب، وعلى الأفراح نجتمع، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا مرحبا ترحيبة الأرض للسيل، يا مرحبا ترحيبة الأرض للسيل، ترحيبة فيها طيب العود باين، ترحيبة سقت مع البن والهيل، يسمع صداها كل حاضر وغايب. تحشم من التقصير والضعف والميل، من قلب صافي ما اختلط بالشوايب. يا مرحبا باعداد بدعة تماثيل، واعداد ما طشت مسون السحايب. يا مرحبا ترحيبة الأرض للسيل، ترحيبة فيها طيب العود باين، ترحيبة سقت مع البن والهيل، يسمع صداها كل حاضر وغايب. مني وانا ابن اللي اعتلى صهوة الخيل، ومنا نيابة عن جميع القرايب.